ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده احنا في برنامج كاتب وكتاب، ومعانا الدكتوره امان سند، والنهارده هنحكي قصه جميله جدا. يلا بينا نسمع القصه. كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه رمضان الشهر الكريم. وانتوا طيبين واصحابنا كلهم طيبين، ورمضان كريم عليكم كلكم. حضرتك هتكلمينا عن قصه ايه؟ بما اننا في المكان الجميل ده المفتوح اللي قدامنا وشايفين حوالينا المناظر دي، هنحكي حاجه ليها علاقه بيها. ديما في حديقه الحيوان. نتكلم عن ديما اول يوم ليها زارت حديقه الحيوان. نبتدي نشوف، وبعد ما نخلص نقول ايه الصفات الموجوده منها، والمفروض ان كل اصحابنا يتحلوا بيها ويبقوا شبه ديما في الصفات الجميله اللي هي عندها. ديما في حديقه الحيوان. كانت ديما تحب الحيوانات، ولكن الام كانت مشغوله، فقالت لابنتها: أعدك بأننا سنذهب في يوم الأجازة. واتفقت الأم معها على الذهاب يوم الجمعة إلى الحديقة، فشعرت ديما بأن يوم الجمعة هو أجمل أيام الأسبوع. في أثناء سير ديما مع أمها في الحديقة، قالت الأم: انظري يا ديما، هذا بيت الفيل. الفيل ضخم وله خرطوم طويل. قالت ديما: إنه كبير جدا، ولكني أريد أن أرى القرد. نظر الفيل إلى ديما ورفع خرطومه تحية لها. خرطوم الفيل يشبه الثعبان، فخافت ديما وجرت من أمام الفيل. قالت الأم: انتظري يا ديما، ألا تريدين الركوب على ظهر الفيل؟ فقالت ديما: لا، بل أريد الذهاب إلى أصدقائي القرود. كان الإوز يسبح في الماء، وكانت هناك إوزة لونها أبيض جميل، وعنقها طويل، ومنقارها برتقالي اللون. قالت ديما: ليتني أستطيع السباحة مثلها. ابتسمت الأم وقالت: أنت تسبحين مثلها تماما يا حبيبتي. ألقت ديما فتاة الخبز للإوز ليأكل، وسارت مع أمها بسعادة. رأت ديما سلحفاة ضخمة تخفي رأسها داخل قوقعتها، وسمعت الحارس وهو يقول: قد تعيش السلاحف أكثر من 100 عام. ضحكت ديما وقالت: هذه السلحفاة أكبر من جدتي، يمكنني أن أناديها الجدة سلحفاة. توددت ديما إلى السلحفاة لكي تخرج رأسها، فاستجابت السلحفاة وأخرجت رأسها، ففرحت ديما فرحا كبيرا. سألت ديما الحارس: مما تخاف السلاحف؟ فقال الحارس: الأطفال يلقون إليها بأشياء تخيفها فتخبئ رأسها كما رأيت. من بعيد رأت ديما الزرافة وسألت أمها: لماذا رقبة الزرافة طويلة جدا؟ أجابت الأم: لتستطيع أكل أوراق الأشجار العالية ولتبتعد عن أصوات الحيوانات المزعجة. قالت ديما: ياه إنها رقيقة وطويلة وجميلة. سألت ديما أمها: ما هذا الحيوان المخطط الرشيق؟ قالت الأم: هو الحمار الوحشي، وخطوطه السوداء والبيضاء تمكنه من الاختباء فلا يراه الصياد بسهولة. فقالت ديما: هل ترين جماعتها يا أمي؟ ما أجملها وهي تجري على الأرض الخضراء الواسعة. أشارت الأم إلى طائر كبير وسألت ابنتها: هل تعرفين اسم هذا الطائر يا ديما؟ قالت ديما: إنه النعامة يا أمي، أنا أعرفها، فلها رقبة طويلة ولها ساقان طويلتان. قالت الأم: هي أكبر طائر في العالم وتستطيع الركض بسرعة سيارة. إيه رأيك يا ليلي؟ تحبي النعامة أكتر ولا الزرافة؟ النعامة ولا الزرافة؟ سؤال صعب صح؟ لا.
النعامة. النعامه او ممكن تكوني بتحبيهم هما الاثنين. بحبهم هما الاثنين. شفتي واحده طويله قوي ورقيقه والتانيه الاصغر منها شويه بتجري بسرعه فظيعه. النعامه سرعتها جميله جدا. طب ايه رايك في الحمار الوحشي؟ حلو جميل. بتحبيه لما بيبقى في جماعات كده مخطط؟ لونه ايه؟ مخطط بايه؟ لونه ابيض بس؟ اسود. ابيض في اسود. طب ايه رايك يا جودي تكلمي لنا عن السلاحف؟ اللي عجبني في السلحفة انها ليها مصدر حماية، يعني هي لما حاجة تخوفها بتخش جوه، وبرضه بتخش جوه. ايه اسمه ايه البيت بتاعها؟ قوقعة؟ القوقعة. شاطرة. بتخش جوه القوقعة ماشي، وهي بعد ما تحس بمصدر امان بتخرج وتمشي وتتحرك وتعيش حياتها عادي. لكن الفيل اللي احنا شفناه واتكلمنا عليه حاسه ان هو كبير وحجمه الضخم بيبقى مصدر حمايه بالنسبه له. مش محتاج حاجه تحميه، لكن لكن السلحفه محتاجه حاجه تحميها. صح كده؟ ايوه، هي السلحفه بتحمي نفسها بالقوقعه. جميل. نكمل بقى. نكمل. بس احنا اتكلمنا عن الزرافه وعن النعامه وعن السلحفه وعن الحمار الوحشي. اتكلمنا عن حاجات كتير قوي. ديما بعد ما خلصت عند الزرافة الطويلة الجميلة وشافت النعامة وقالت إن هي أكبر طائر في العالم وتستطيع الركض بسرعة سيارة، فسألت ديما هل تستطيع الطيران؟ ده بالنسبة للنعامة. قالت الأم لا تستطيع الطيران بسبب حجمها الضخم. طبعا النعامة حجمها كبير جدا، فبالتالي الطيور اللي بتقدر تطير وتحلق في السماء دي بتبقى حجمها ايه؟ خفيف. لكن مثلا البطة، في نوع البط الصغير قوي يقدر يطير، لكن البطه الكبيره اللي احنا بتتربى في البيت ده ما تقدرش تطير طبعا. ايوه. طلبت ديما من امها ان ترى اولاد النعامه، فضحكت الام وهي تقول هي لا تلد، هي تبيض ثم يخرج الصغار من البيض. يبقى هي دلوقتي لسه ديما صغيره بتتلخبط بين الحاجات اللي بتولد والحاجات اللي بتبيض. طبعا عندنا في حاجه بنسميهم الثدييات، دول الحاجات اللي بيولدوا زي الاسد حوالينا وزي الحاجات، يعني شويه حيوانات كتير احنا عارفينهم. صح. الزرافه بتولد، لكن عندنا النعامه دي بتبيض. عشان هي من انواع الطيور. صح بالظبط كده. فضحكت الام وهي تقول هي لا تلد، هي تبيض ثم يخرج الصغار من البيض. تعالي يا ديما نسأل الحارس إن كانت هناك بيضة للنعامة. سارت ديما مع أمها وكلها أمل أن ترى بيضة النعامة الكبيرة. ثم رأت ديما الأسد يجلس وحيدا في قفصه، فسألت هذا هو ملك الغابة؟ والأسد ملك الغابة يا أيمن؟ أيوه صح يا أيمن؟ بجد أكيد، يعني هي ديما عارفة الإجابة دي. ماذا حدث له؟ ولماذا يضعونه في قفص؟ قالت الأم لابد من وضعه في قفص حتى لا يؤذي الزائرين. قالت ديما الحديقة بيته. ضحكت الأم وهي تقول أنت تحبين الحيوانات كثيرا يا ديما. تمنت ديما أن ترى القردة، خاصة الشمبانزي وهو يجري ويمرح في الحديقة، ولكنها عندما وصلت إليه وجدته داخل قفص، فظهر على وجهها الضيق، وقالت للحارس هل تسمح له بالخروج من القفص من فضلك؟ أخرج الحارس الشمبانزي الصغير وجعله يلتف حول كتفي ديما. كان الشمبانزي سعيدا، لكن ديما كانت أسعد بأن جعلته حرا ولو لبعض الوقت. بصي يا ليلي وهو حوالين ديما، بصي الشمبانزي وهو جميل حوالين ديما. أعطت ديما للشمبانزي الفستق وطلبت من الحارس الاهتمام به كأنه صديقها، وغادرت الحديقة وهي تتمنى أن تعود المرة القادمة فلا تجد الحيوانات داخل الأقفاص. كده حكايتنا خلصت يا أصحابي، وهنتكلم دلوقتي ونناقش موقف ديما. إيه رأيكم؟ ديما رأيها إيه؟ مين لقط موقف ديما؟ عشان نعرف الصفات الجميلة اللي هي بتتحلى بيها، اللي هي تخلي الحيوانات ليها حرية زي ما احنا لينا حرية. حلوة قوي يا جودي. شوشي قالت إجابة جميلة جدا. هي شايفة إن بيت الحيوانات هو حديقة الحيوان،
فبالتالي مش طبيعي ان الواحد في بيته يبقى متقيد، لا في بيت الانسان بيبقى، مش احنا قاعدين في بيتنا بهدوم البيت الجميله ومستريحين ومبسوطين، فبالتالي مش طبيعي ان الحيوانات تبقى محطوطه كده. في حدائق في العالم كتيره جدا، الزوار هم فعلا اللي بيبقوا موجودين جوه حاجه تحميهم زي ممر كده، وبيعدوا ويبصوا على كل الحيوانات ويشوفوهم كويس ويتعاملوا معاهم، والحيوانات بتبقى عندها شويه حريه. دي حاجة حلوة وتدي الحيوانات حريتهم زي أي حد في العالم. بس نقدر نعمل كده مع الحيوانات المفترسة؟ نقدر نسيب الأسد ونسيب النمر ونسيب الفهد والحاجات دي اللي ممكن تفترس الإنسان، ممكن تاكلنا. هي ممكن تاكلنا على طول. بالظبط. ما ننساش يا ولاد ان احنا في رمضان والشهر الكريم ده دايما مش الرفق بالانسان بس، الرفق بالمحتاج، بالرفق بالضعيف، بالرفق بالحيوان. مين عنده حيوانات في البيت وبيخلي باله منها؟ يلا ايمن يقول لنا، انت بتحب الحيوانات يا ايمن؟ انا بحب الحيوانات وعايزه. ينفع نربي اسد في البيت؟ لا. ليه؟ عشان الاسد مفترس. ينفع نربي حاجات اليفه زي القطط، الكلاب، العصافير. حلو قوي. انا عايزه اجيب حيوان اليف. جميل. انت لسه ما جربتش؟ في حد من اصحابي هنا جرب عنده حاجه في البيت؟ عنده حيوان اليف في البيت؟ عندي قطه اسمها كيسي. اسمها كيسي. اصحابي جمال قوي. واحنا بمناسبه الشهر الجميل ده بنقول ان احنا مش محتاجين نقول يعني نقول كلام جديد، لكن بنحتاج نفكر بعضنا ان احنا نعمل الخير، نخلي بالنا من بعض، وكل واحد لما ينسى او يعمل حاجه مش حلوه يتصاحبوا يفكروا بس بالراحه من غير ما يزعق له او يخلي. عارفه ان الصاحب الكويس بياخد صاحبه في الجنه. بالظبط كده. يلا رمضان كريم عليكم، ويا رب القصه تكون عجبتكم وعجبتكم يا اصحابي، ونتقابل ان شاء الله في قصه جديده في خلال الشهر ده، وكل سنه وانتم طيبين. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج كاتب وكتاب. رب نكون استفدنا بالقصص وتعلمنا منها حاجات كتير. نشوفكم في الحلقه الجايه.